امتى نقول الطفل اتاخر في الكلام؟ عشان في امهات كتير بقت تبعت لي الواد عنده 6 شهور ولسه ما اتكلمش، الواد عنده 8 شهور وما اتكلمش. فحبيت اطلع اقول لكم امتى نقول الطفل اتاخر في الكلام وايه الاسباب اللي تخلي الطفل يتاخر في الكلام. بس في الاول عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، وحبيت احط لكم فوانيس ونحتفل سوا بمناسبه شهر رمضان. كل عام وانتم بخير. طيب نتكلم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. اول حاجه هنقول امتى الطفل اتأخر في الكلام. احنا بنقول ان الطفل يعني بيبدأ يطلع صوت ملوش اي معنى، اللي هو بنسميه بيلاغي يعني، من الشهر الرابع للشهر السادس. على الشهر التاسع ممكن يقول بداية كلام برضو هو مش فاهم معناه، يعني ممكن يقول كلمة كده مش طويلة، كلمة صغيرة. يعني احنا بقى نبدأ نفتكر ان هو بيقول ماما وبابا، لا اقول ما با، فاحنا نفتكر ان هو بيقول ايه ماما وبابا، لكن هو بيقول يعني نص كلمة تقريبا وملهاش معنى، هو بالنسبة له مش فاهم يعني ايه الكلمة دي. بعد كده من سنة لحد سنة ونص يبدأ الطفل يقول يعني كلمة واحدة وبرضه قصيرة بس يبقى فاهمها، يعني لما يشوف مامته يقول مام أو ما، بس هو فاهم إن الكلمة دي معناها مين، مامته أو باباه. طيب امتى بقى نقول ان الطفل اتأخر؟ الطفل لو عدى سنة ونص وما قالش اي حاجة خالص، هنا بقى لازم تروحي للدكتور علشان خاطر يفحص الطفل ويحدد اذا كان فيه مشكلة بجد ولا لا، وبناء عليه يعني هيوجهك او يقول لك لا تمام مفيش مشاكل. هيفحص يشوف الطفل بيسمع ولا بيسمعش، بينتبه ولا مش بينتبه، بيفهم الاشارات او الكلام ولا لا. يعني لازم الدكتور يتدخل من هنا. مش بقول لك ان هو اتأخر، يعني انت هتروحي والدكتور اللي هيقول لك، يعني عند سنة ونص لو ما قالش حاجة خالص هنا نبدأ نتوجه للدكتور. طيب لو الطفل سنتين ونص وعملنا كل الاحتياطات اللي احنا بنقولها علشان خاطر نتجنب تأخر الكلام، لازم نروح لحد أخصائي تخاطب، نعمل جلسات تخاطب، عشان كده الطفل محتاج جلسات تخاطب. لو الطفل 4 سنين وبرضه عنده مشاكل في الكلام او بيتلعثم او بيتهته او في حروف مش مظبوطه، برضه هتحتاج تروح للدكتور وهتروح للتخاطب. يعني انا بس احنا بنقول الاربع محطات اللي بنتكلم عليهم، اللي هو 9 شهور وسنه وسنه ونص وسنتين، الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها هي دي اللي بنبدا نقيم عندها التطور العقلي من حيث الكلام بس. فبكده نقدر نقول امتى نتحرك لو الطفل اتاخر في الكلام. مش 6 شهور ما اتكلمش ليه، ماشي. طيب ايه اللي يهمنا في الموضوع ده؟ ايه الاسباب اللي تخلي الطفل يتاخر في الكلام؟ ودي حاجه مهمه جدا لكل ابنها لسه صغير علشان خاطر تتجنب الاخطاء اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. الاسباب اللي تخلي الطفل يتاخر في الكلام عندنا بنقسمهم نوعين: اسباب نفسيه بيئيه واسباب عضويه. تمام. طيب هما اسباب كتير جدا، احنا هنتكلم في اهم الاسباب. اول حاجه هنتكلم عليها الاسباب النفسيه البيئيه. اول سبب في الاسباب البيئيه والنفسيه ان الطفل عايش في بيئة سلبية غير تفاعلية، يعني الطفل عايش في مكان مفيهوش حد قاعد بيتكلم معاه، الام مشغولة وسايباه مع نفسه او سايباه قدام التلفزيون او سايباه مع الموبايل زي ما معظم الامهات دلوقتي بتعمل، ودي مشكلة كبيرة جدا. عشان كده انا قلتها اول حاجة، احنا قلنا يا جماعة التليفونات والتلفزيونات ممنوعة للطفل قبل سنتين منعا باتا، يعني ممنوعة خالص قبل سنتين علشان خاطر التطور العقلي بتاع الطفل. فالطفل لازم يكون عايش في مجتمع الناس بتتكلم معاه وهم بيتكلموا معاه وفي يعني في تفاعل، فبالتالي يبدأ يدرك ويبدأ يفهم الألفاظ والكلام والحروف. رقم 2 ان يكون الطفل ده بيتعرض لسوء المعاملة، للعنف، للقسوة، لزعيق، او مامته وباباه بيزعقوا دايما بيتخانقوا. فالطفل هنا بيحصل له مشاكل في الكلام بسبب عامل نفسي او مواقف نفسية مأثرة في تطوره العقلي. رقم 3 ان الطفل يكون مصاب باحدى الامراض العقلية زي التوحد، فرط الحركة، تشتت الانتباه. فدي امراض نفسيه من ضمن اعراضها ان بيكون في تاخر في الكلام، ودي بتحتاج ان احنا نروح لدكتور متخصص في الطب النفسي الاطفال علشان خاطر دي بتبقى مشكله كبيره من ضمنها تاخر الكلام. وطبعا احنا لاحظنا الفتره الاخيره ان مرض التوحد انتشر جدا، ومش عارفين ايه السبب اللي زود انتشاره جدا. في ناس بتلقي باللوم على التليفونات والتلفزيونات، لكن لسه ما فيش دليل قاطع يقول ان التليفونات هي السبب، بس احنا عارفين ان التليفونات ليها دور سلبي جدا على التطور العقلي للاطفال. من الأسباب البيئية برضو اللي بتخلي الأطفال يتأخروا في الكلام اختلاف اللغات، يعني مثلا الأب والأم ده من دولة وده من دولة، فده بيتكلم بلغة وده بيتكلم بلغة. أو الناس اللي هم بيبقوا من مثلا في دول عربية ويسافروا دول أوروبية فبيكونوا في البيت بيتكلموا لغة عربية،
ولما بيروحوا بره في الشارع او في الحضانه بالنسبه للطفل يلاقي الناس بتتكلم بلغه تانية خالص. فهنا الطفل بيبقى مش عارف يعني مش عارف يسطب اللغه على دماغه. فهنا نعمل ايه؟ احنا هنا بنخلي الطفل لحد 4 سنين بيتكلم لغه واحده فقط، وبعد كده لما يكون نضج بنبدا نعلمه اللغه التانية. السبب الخامس اللي هو التهتهه، يعني الطفل بيقطع في الكلام او بيتهته، في مشكله في النطق بتاعه. وهنا نوعين، ان انا الطفل يكون كان بيتكلم كويس وبعدين بدأ يتهته، او بيكون بيتهته من الاول. لو بيتهته من الاول ده هيروح لدكتور تخاطب، يعني ياخد جلسات تخاطب يظبط له الدنيا. انما لو كان كويس والموضوع وقف، ده كده غالبا في عامل نفسي، في موقف حصل له اثر فيه، وهنا الموضوع بيبقى معقد شويه يعني. هنبدأ بقى نتكلم على الأسباب العضوية اللي بتأثر على الطفل وتخليه يتأخر في الكلام. أول سبب وأشهر سبب معانا هو ضعف السمع، إن الطفل ما يكونش بيسمع كويس، ودي مشكلة لازم ندور عليها بدري جدا علشان هتأثر من بدري. والحمد لله احنا في مصر بقى يعني من شهر 9 2019 كده بقى كشف السمع لكل الأطفال حديث الولادة بقى حاجة روتينية في الوحدات الصحية. فهنا نقدر ان احنا يعني نكتشف ضعف السمع او مشاكل السمع من بدري ونتدخل ونعالجها. وطبعا في اختبارات عصبيه بنعملها، يعني احنا في امهات كتير كانت تيجي تشتكي ان الطفل لما بيسمع صوت عالي بيتخض. ده علامه كويسه، دي لو مش موجوده يبقى في مشكله، يعني هو كده الحمد لله بيسمع يعني. السبب الثاني العضوي ان الطفل يكون عنده حاجه اسمها اللسان المربوط. بنلاقي اول اللسان مربوط كده بطريقه معينه، هوريكم صورتها. دي بتاثر على خروج الحروف، فبالتالي لازم نعالج مشكله زي كده من بدري جدا، يعني يا ريت قبل 9 شهور علشان خاطر بيكون الطفل في الوقت ده بيتكلم او بدا يتكلم يعني. ودي علاجها جراحي، حاجه بسيطه جدا. بنتدخل نقطع الجزء دوت وخلاص، مشكله بسيطه خالص. رقم 3 في المشاكل العضويه، مشاكل بيكون الطفل مولود بيها مثلا او عيوب خلقيه او حاجه، ان مثلا الطفل عنده الشفه الارنبيه او تشقق الحلق او اللحميه او الانسداد المزمن في الانف. دي كلها مشاكل تاثر على خروج الحروف والارتكيوليشن بتاعها، ودي برضو بيكون لها تدخل جراحي او لها تعديل مناسب على حسب المشكله الموجوده، ولازم نحلها برضو من بدري عند دكاتره جراحه الاطفال او الانف واذن والحنجره حسب التخصص او المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. رقم 4 الاطفال المبتسرين او الاطفال الخدج اللي هم بيبقوا مولودين قبل ميعادهم، فطبيعي يكونوا متاخرين عن الاطفال اللي اتولدوا في ميعاد طبيعي. ودي حاجه ما فيش منها مشاكل، احنا بس بنتابع مع الدكتور عشان خاطر ان هو يقول لنا في مشاكل عصبيه تانية ولا هي دي المشكله الوحيده. عايز اقول ان الاسباب اللي اتكلمنا فيها دي كلها بتخص الاطفال الاصحاء اللي ما عندهمش مشاكل. لكن لو طفل مولود عنده مشاكل عقليه تانية مثلا داون سندروم او اي مشكله عقليه، فطبيعي يكون متاخر في الكلام وفي الحركه وفي كذا حاجه، فده لازم نلتمس له العذر في التاخر في الكلام لان هو متاخر في حاجات تانية كتير. طيب علاج تاخر الكلام زي ما انتم شايفين بيختلف حسب السبب اللي عمل له تاخر الكلام. وبالتالي لو هي مشاكل نفسية وبيئية لازم الطفل يعيش في مجتمع تفاعلي، يروح الحضانة، يتكلم مع أطفال كتير، مامته تكلمه، نبعد عن التليفونات، نبعد عن الشاشات، نبعد عن الحاجات اللي هي تشتت انتباهه. دي لو مشاكل نفسية. المشكلة بتاعت ازدواج اللغة، ان الطفل فيه لغتين قدامه، فاتكلمنا ان احنا لحد 4 سنين نخلي الطفل يتكلم لغة واحدة فقط، وبعد كده نبدأ نعلمه اللغة بتاع البلد اللي هو عايش فيها مثلا. لو هي مشكلة نفسية وفي زعيق وفي قسوة وفي ناس بتتخانق كتير قدامه، فنحاول برضو ان احنا نحل المشكلة دي بسرعة قبل ما تأثر على النطق عند الطفل. ولو لقينا ان حصيلة الكلام اللي في دماغ الطفل قليلة جدا عند سن 3 سنين، ننزله حضانة عشان خاطر يتعامل مع اطفال مع المدرسة. ودايما لما نتكلم مع الاطفال نتكلم معاهم بطريقة سليمة، عشان في ناس بتكلمهم كأنهم اطفال. لازم نتكلم معاهم بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها مع بعض احنا ككبار، علشان خاطر يحفظ الكلام بالطريقة الصحيحة والحروف بالشكل الطبيعي ليها. تمام. انما الاسباب العضويه علاجها بيكون علاج السبب حسب ايه المشكله. لحميه هنشيلها، لسان مربوط هنروح نشيله، الشفه الارنبيه هنعالجها. وبالتالي كده احنا شرحنا لكم تقريبا معظم الاسباب والعلاج بتاع كل المشاكل اللي بتعمل تاخر في الكلام. اتمنى الحلقه تكون مفيده لحضراتكم، واتمنى ان انتوا يعني تدعمونا، ان انتوا تعملوا تعليقات وتشيروا الفيديو ده لناس كتير عشان خاطر تشوفها. ولو لكم اي مقترحات او تعليقات عايزين تقولوها لنا اكتبوها في التعليقات، واحنا بنقرا كل التعليقات وبنرد عليها. وكل سنه وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.